السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انت اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهارده كده هنعمل اوردر تورتايه حلوة مقاس 25. بتزيين جميل جدا جدا، وده طبعا ايه حسب العميل اللي عندي. كانت واخده واحده قبل كده وعجبها شغلي فطلبت ايه واحده تاني. طبعا ايه ده انا كنت ده مقدار التورتايه دي. 300 جرام دي اسبونج 3 بيضات. نص كوبايه ميه ومعلقتين. يعني كوبايه الا ربع ميه. خلاص. طبعا انا بزود الميه حبه عشان التورتيه تطلع معايا هشه، حلو هشه وطريه جدا. انا بحب التورتيه بتاعتي تبقى هشه وطريه كده وجميله يعني. خلاص هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان ايه تشوفوا يعني ايه مقادير التورتيه مقاس 25. 300 جرام دقيق اسبونج. 3 بيضات. كوبايه الا ربع يعني مج الشاي. يعني كوبايه الا ربع كده من الميه. خلاص. طبعا ايه بعد ما طلعتها طبعا انا كنت عاملاها قبلها، يعني كنت عاملاها في الليل والصبح ايه زينتها يعني. خلاص طبعا ايه بعد ما بردت على الاخر تاني يوم الصبح هنبتدي بقى ايه نزينها. بالشكل اللي انتوا شفتوه دلوقتي وحلوه جدا جدا. بصوا هش على الاخر. قطعتها على كده ايه 3 طبقات، ويلا بينا كده هعمل كده ايه. شوكولاته كده ايه حلوه كده، يعني ايه هعمل رسمة كده يعني بالشوكولاتة حلوة جدا. بس للأسف اتكسرت مني، بس يعني برضو هي حلوة احطها على التورتة وكانت جميلة ومدية شكل كده حلو ايه للتورتاية. خلاص معايا كده ايه الجلدة. شفتوا جلدة الكراس السلك كده قطعتها. طبعا غسلها كويس وهعمل عليها كده ايه الشكل بتاع ايه الشوكولاتة اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. خلاص طبعا الشوكولاتة دي خام ما حطيتلهاش اي حاجة ولا لبن ولا اي حاجة. سيحتها كده ايه على حمام بخار ميه. وهنزل كده بيها كده على الورقه وهسويها كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها كده جنبي تجمد حبه، مش هخليها تجمد قوي. تجمد حبه كده وهنلفها مع بعض دلوقتي وهتشوفوها دلوقتي معايا. تعالوا كده ايه هنزين كده التورتايه لغايه ايه ما الشوكولاته كده تجمد معانا. خلاص جبت الطبق كده وحطيت حبه من الكريمه. طبعا الكريمه التورتايه دي اخدت معايا تلت كوبايه من الكريمه، تلت كوبايه من الكريمه الخام. وعليهم كوبايتين من الميه. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. طبعا حطيت اول طبقه كده من التورتايه، طبعا سقيتها كده من الشربات الخفيف. الشربات الخفيف زي ما قلت لكم انا بعمل حسب التورتايه. يعني ما بحط ما اعملهوش يعني واحطه في التلاجة، لا. عشان ممكن يبوظ مني او يحمض مني كده. وممكن يبوظ لي التورتايه. انا بعمل ايه اول باول يعني. حطيت كده طبقة من الكريمة واحط كده ايه حبة من صوص الكراميل كده عشان نطعم التورتاية من جوه وتبقى حلوة يعني. حطيت كده ايه الطبقة التانية من التورتاية. وايه وهسقيها برضو من الشربات ايه الخفيف. طبعا انا بسقي التورتاية بتاعتي بالشربات الخفيف عشان ايه تبقى فيها طراوة كده وتبقى طرية حلوة كده معانا. هي عامة لو انا ما حطيتش شربات، هي عامة التورتاية اللي انا بعملها بتبقى طرية جدا جدا وحلوة ومش مستاهلة كمان ان انا ايه احط لها شربات خفيف. بس اللي متعود على حاجة بقى ايه لازم يعملها كل مرة. حطيت كده ايه طبقة من الكريمة. واحط ايه صوص من الايه من الصوص الكراميل عشان نطعم ايه الكريمة من جوه. خلاص هحط كده زي ما انتوا شايفين يعني لقيت عندي كده حبة من صوص الكراميل، فقلت ايه نستفاد منه كده ونحط ايه في نص التورتاية كده وتبقى حلوة يعني. خلاص حطيت كده وهجيب بقى ايه الطبقة الأخيرة من التورتاية. بصوا التورتاية حلوة جدا. وطبقة التورتاية تخينة يعني مش رقيقة. حلوة جدا. وكان ارتفاعها جميل جدا جدا يعني. حلوة خالص. حطيت كده ايه شربات من الخفيف. وهبتدي بقى اجيب الاسكرافر كده ايه وامشي كده على داير التورته الكريمه اللي ايه طالعه كده من التورتايه. خلاص وهساوي كده عشان ما اخليش بقى ايه حته داخله وحته خارجه. لازم ايه نسوي التورتايه زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى ايه اغلف بقى التورتايه كلها كده من بره. ايه وعشان بقى نعرف نزينها كويس. وهجيب بقى ايه نجلسها كده في الجوانب وكل حته فيها
وما نخليش اي حتة كده ايه من التورتاية ظاهرة في التورتة يعني. خلاص، اديها حقها كده في الكريمة عشان تبقى حلوة معاكي وتبقى جميلة يعني. اهو كده. خلاص، تعالوا بقى ايه، نجيب الاسكرافر المشرشر دوت وايه، ونعمل بقى ايه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بصوا الاسكرافر طبعا مشرشر، ولما تيجي بقى تعملي بيه ممكن التورتيه تظهر معاكي، فلو ظهرت معاكي حطي كريمه عادي ومشي بالاسكرافر تاني، عشان ايه ما يبقاش التورته ظاهره معاكي. خلاص، وكده مشي كده بالسكرافر لغايه ايه ما يديكي بقى ايه الشكل الحلو. لو لقيتي كمان حته ما فيهاش كريمه حطي كريمه ومشي بالسكرافر كده عشان تبقى التورتايه حلوه معاكي وما يبقاش التورتايه ظاهره معاكي يعني. خلاص اهو كده. تعالوا بقى بصوا، بعد ما الشوكولاته يعني جمدت حبه يعني ما جمدتش قوي، هبتدي بقى ايه الف الورقه او الجلده كده واحطها بقى في مج كده. المج ده يكون طويل شويه يعني، وهلفها كده واحطها في الفريزر ايه معايا. خلاص، لغايه بقى ايه ما اخلص التورتايه تكون بقى الشوكولاته جمدت على الاخر، وهتدينا الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. تعالوا بقى ايه اجيب السكرافر بقى، السكرافر العادي اللي مش مشرشر، وهساوي التورتايه كده ايه من فوق. خلاص كده سويتها كده من فوق، ومعايا كده ايه صوص من الشوكولاته. ده طبعا مشتريات جاهز، والله بجد حلو جدا يعني، انا بيساعدني وبينجز معايا احسن بقى ما اقوم اعمل جناش بقى شوكولاته في البيت واسيح بقى شوكولاته وممكن ما يبقاش عندك لبن وكده يعني. فده بيبقى جاهز كده وحلو معايا، وكان بصراحة جميل وطعمه حلو. حطيت كده حبة كده على الكريمة عشان انا عايزة بقى ايه الروزيتات اللي انا هعملها تكون ايه بالشوكولاتة كده وتبقى حلوة يعني. هقلب كده ايه الكريمة كده في ايه في صوص الشوكولاتة، وهبتدي بقى ايه اجيب بقى ايه صوص الشوكولاتة كده، وهعمل الايه الدربات الايه اللي على التورتة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، طبعا انا المفروض كنت ايه عملت العكس عشان ايدي طبعا مش مخليه التورتايه الحاجه اللي انا بعملها ظاهره معاكم. خلاص، بس هتشوفوها دلوقتي جميله جدا وحلوه جدا جدا، وكان تزيين رقيق خالص. وطبعا ده على حسب طلب العميله عندي يعني، اختارت الصوره وقالت لي بقى ايه اعملي زيها. خلاص، هبتدي بقى ايه عملت الدريبات دي على التورته، وهبتدي بقى احط كده من الصوص كده ايه على التورتايه من فوق. طبعا انا مش هكتر من فوق عشان انا عايزه فيها تمويجه كده تبقى حلوه للتورته. هجيب المعلقه كده، وهبتدي بقى ايه امشي كده على الصوص كده زي ما انتوا شايفين عشان تديني التمويجه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. يعني انا مش مكتره عشان تديني بقى ايه حته بيضه كده وحته شوكولاته كده، فتديني شكل حلو جدا وتبقى جميله بصراحه. اهو كده يعني الحته اللي بلاقيها يعني مفيهاش قوي بقى احط لها، وايه وبقى ماشي كده بس ماشي بالراحه جدا على التورتايه عشان الكريمه طبعا ايه لسه مش جامده معايا يعني. اهو كده، وهمشي كده زي ما انتوا شايفين عشان تدينا بقى ايه تمويجه حلوه كده للتورتايه. خلاص اهو كده. وتعالوا بقى ايه نعمل الروزيتات الجميله الوردات دي. هعمل 3 وردات كده و3 وردات كده قصادهم يعني، وهعمل ايه الروزيتات اللي انتوا شايفينها دي. خلاص اهو كده، يعني تزيين رقيق جدا وبسيط خالص، واي واحده ست بيت ممكن تعمل ايه المشروع ده في بيتها، وسهل جدا جدا. وهتتعودي لو عملتيها مرة واتنين هتتعودي عليها، وهتعمليها في بيتك احسن من بره بكتير 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 يعني. تعالوا بقى ايه هنجيب ايه الكريسبي الذهبي دوت او الاصفر دوت، واحط كده ايه على الوردات اللي احنا ايه عملناهم. وهجيب بقى ايه الكريسبي البني الصغير كده، واحط على الروزتات الصغيره اللي احنا ايه عملناها اهو كده عشان ايه يدينا بقى شكل حلو وشكل جميل يعني. الله اكبر الله اعظم، المغرب بيقدم كده. آه وخلاص كده شايفين بقت حلوة معايا. وطبعا ايه هو عامة شكل التورتاية حلوة من غير ما احزمها من تحت، فقلت بقى لازم نحزمها. هي عامة التورتاية قد الطبق بالظبط، فعملت بقى ايه القمع الصغير خالص النجمة الصغيرة خالص عشان المكان صغير، يعني المكان صغير جدا جدا على ايه على لو عملت بالقمع الكبير يعني اللي انا عملت بيه ايه من فوق. فجبت كده قمع صغير وايه وعملت بيه.
التورتايه ما شاء الله ما شاء الله كبيرة جدا وحلوة. تعالوا بقى ايه نشوف الشوكولاتة اللي احنا عملناها. شايفين انا جاية افتح الورقة، فتحتها جامد فاتكسرت مني، فبرضو حطيتها كده، وبصراحة هتطلع معايا برضو شكلها حلو جدا، وكانت جميلة جدا جدا. شايفين يعني برضو عرفنا نتصرف يعني. خلاص اهو كده، اي حاجة حطيها، عندك اوريو، عندك بسكوتة، عندك اي حاجة حطي، مش لازم يعني تعملي الشوكولاتة دي، لا حطي اي حاجة انت عندك يعني. خلاص اهو كده حطيناها كده في النص عشان تدينا بقى ايه شكل حلو كده وشكل جميل يعني للتورتايه. خلاص اهو كده، وهجيب بقى ايه الكريسبي الاصفر دوت الذهبي ده، واحط بقى ايه حوالين بقى الشوكولاته كده عشان تبقى جميله كده وتدينا بقى شكل حلو في الاخر. وكانت جميله بصراحه يعني. اهو كده هنخلصها كده ونشوفها ايه الشكل النهائي معانا. وكده التورتايه بتاعتنا تكون خلصت. شايفين الشكل النهائي بتاعها جميل جدا جدا جدا. شايفين الشوكولاته عامله ازاي، حلوه خالص. وده كان الاوردر بتاعي النهارده، تورتايه مقاس 25، جميله جدا وسعرها حلو جدا جدا جدا. شايفين الجمال والرقه، حاجه كده والله العظيم من الاخر. اهو كده شايفين الجمال. واتمنى كده الفيديو يكون عجبكم والتورتايه تكون عجبتكم. لو عجبتكم حطوا لي بقى لايك للفيديو وشير للقناه لاعمال ايديا ام كريم. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.